مشاهدينا اهلا بكم مجددا، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل القصير. مصر توقع على اتفاقيه دوليه بشان الاشخاص ذوي الاعاقه، الكلام ده كان في سنه 2008، لكن هذا لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن للأسف الشديد، كعادة الأمور الكثيرة التي توقع عليها مصر لكنها قوانين فقط على الأوراق، وده اللي خلى يعني المواطنين ذوي الإعاقة يتجمهرون ويعتصمون أمام قصر الاتحادية، وحتى هذه اللحظة ما زالوا يعني متواجدين أمام قصر الاتحادية. خلينا أقول يعني بالبلدي ما حدش عبر الناس دي، ما حدش نزل يتكلم معهم، اللهم إلا المستشار محمد فؤاد اللي نزل ويتكلم معهم مرتين، وكانت وعوده يعني عايز أقول وعودا واهية، هذا بحسب كلام الأستاذة ريهام المصري الناشطة الحقوقية في مجال ذوي الإعاقة. ازاي حضرتك يا فندم؟ أستاذة ريهام، انتوا وقفتوا هناك عند قصر الاتحادية لأن كان ليكم 9 مطالب محددة، ايه هي؟ تمام، احنا الاعتصام بتاعنا 10/10 كان يوم الأربعاء الماضي امام قصر الاتحاديه، عباره عن اعتصام مفتوح للاشخاص ذوي الاعاقه بمختلف الاعاقات مختلف محافظات مصر. الأول بس مين جمعكم؟ اسمحي لي، مين جمعكم؟ لا احنا كلنا بنتجمع عن طريق الفيسبوك، بنعمل ايفنت وبنتجمع عليه كلنا. فاحنا من خلال ال9 مطالب، هي دي تعتبر مش مطالب، هي حقوق اولا. منها اولا بند تفعيل نسبه ال5% الخاصه بالتوظيف. وان احنا بنطالب ان طب هي مش موجوده؟ يعني موجوده في القانون لكن هي مش موجوده، بس مش هي موجوده بس مش مفعله. وفي مؤسسات، بعض من المؤسسات بتفعلها بس بنسبه بسيطه. بتتفعل بشكل مرتبات شهريه، بتبقى طالعه بصوره اعانه او بصوره هروب من الضرائب، يعني هروب من الضرائب على الشركه بصوره ال5%، انما مش توظيف حقيقي. لا، هو نظام الاعاقه بيبقى في البيت، بيبقى كل شهر. تمام. فدلوقتي بالنسبه لل5% النسبه دي مش مفعله، ده اول قرار ان احنا بنطالب بان قرار جمهوري بتفعيل نسبه ال5%. تمام. وده كان الدكتور هشام قديري صرح بيه في الصحافه. بس لحد الان اي مؤسسه حكوميه اي حد يروحها يقول لك ما جالناش امر. ما فيش تفعيل. يعني ما زال يعني لم يدخل حي التنفيذ. هو مجرد شو اعلامي بس ان الحكومه بتهتم بذوي الاعاقه، انما كارض على ارض الواقع ما فيش تفعيل، ده اولا. ثانيا بالنسبه للاسكان، في ناس كتير جدا مقدمين من 98 ومن 2000 مقدمين في الشقق المحافظات، لحد الان ما جالهمش. ناس كتير قوي بتعاني من مشكله السكن. يعني انت حضرتك عايزه تقولي ان الحكومه ما زالت يعني تنتهج النهج القديم في مساله الشو الاعلامي، ان احنا بنهتم بذوي الاعاقه وبنعمل لهم بنسويهم، لكن ارض الواقع ما زال زملائك موجودين عند قصر الاتحاديه. ايوه، لان احنا اصحاب المشكله، احنا اللي بنعاني. اسمحي لي ناخد احد الزملاء، الاستاذ منصور فتحي، يعني احد المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصه. استاذ منصور، مساء الخير. مساء النور يا استاذ. اتفضل يا استاذ منصور. حضرتك والله انا سعيد جدا جدا ان انا اعمل مداخله مع حضرتك، وفي منتهى الشوق ان انا اتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه، لان احنا لينا مطالب كتيره جدا جدا. اتفضل يا فندم. حضرتك احنا اكتر ناس مهانين في البلد، بمعنى ان احنا لا في حقنا في السكن ولا في المواصلات ولا في الصحه، وما لناش اي حاجه خالص في الدوله محققه لنا حتى الان. فحضرتك ان احنا بنتمنى من الله عز وجل ان يعني يكرمنا كده بكرم من عنده، ويبقى لينا حاجه في الدوله باسمنا زينا زي اي حد يا استاذ. طيب استاذ منصور، هل شاركت في الاعتصام امام قصر الاتحاديه؟ حضرتك انا رحت قصر الاتحاديه. يعني خليني اسالك، انا هسال السؤال ده مره ثانيه للاستاذه ريهام المصري يعني ضيفتي في هذه الحلقه، لكن خليني اسالك يعني ما مدى استجابه مؤسسه الرئاسه لهذا الاعتصام؟ ودعني اقول ان هذا اعتصام من نوع خاص، يعني اعتصام متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة هو اعتصام من نوع خاص. هل تجاوبت الرئاسة معكم؟ حضرتك احنا لحد الآن لحد دلوقتي مفيش أي حاجة بالنسبة لنا اتحققت من قدام قصر الرئاسة. ماشي، ولحد امتى هنصبر مش عارفين حضرتك، يعني ما فيش ميعاد محدد بمقابله اي حد مهم كشخصيه مرموقه تقول لنا ان احنا مواعيدنا هتتحدد امتى او حقنا هيجي امتى. ما فيش اي حاجه خالص وردت للحاجات دي هيت. استاذ منصور، يعني دعني احاور ضيفتي استاذه ريهام، انا بشكر حضرتك على هذه المداخله، ويعني نتمنى ان احنا يعني نصل في نهايه هذه الحلقه بصرخه يعني مدويه للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء علشان
حقوق هؤلاء الناس. استاذ ريهام، يعني احنا اتكلمنا عن تفعيل 5% في الوظائف و5% في السكن، ايه كمان من ضمن الحقوق؟ التأمين الصحي والرعاية الصحية وتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي يليق بأن هو شخص آدمي. إن معظم الأجهزة التعويضية اللي موجودة في البلد هنا هي بتزود الإعاقة، مش بتعين المعاق عن الإعاقة بتاعته أو الظروف بتاعته، لا هي بتزود إحساسه بالإعاقة. احنا بنطالب ان يكون في اجهزه تعويضيه تليق ان هي تبقى مناسبه لظروف الاعاقه. بنطالب كمان ان المواصلات تكون احنا لينا حق ان احنا يبقى في اتاحه في المواصلات. احنا كنا عاملين وقفه قبل الثوره كان بعنوان المواصلات من حقنا، الاتوبيسات بتاعتنا كلنا. ده كان في طب هو مش في الباصات بتاعت الحكومه في اول كرسيين لذوي الاحتياجات الخاصه ولا ده اتلغى ولا ايه؟ هو موجود لحد الان وانا لسه بركبه. بس مش كل الناس عندها ثقافه ان ده حقك او لا انت عشان تقعد على الكرسي ده بتتخانق مع الناس عشان يفهموا ان ده حقك وان هم يقوموا. بس دي يعني دي تلومي فيها الشعب ولا الحكومه؟ الاثنين يا فندم، الاثنين زي الاتوبيس، زي المترو، زي الاسانسير بتاع المترو. الاسانسير مين اللي بيستفاد بيه؟ مين اللي بيطلعوا؟ احنا لما بنيجي نركب الاسانسير لما بيكون عطلان احنا اللي بنتبهدل. اي حد تاني لما بيلاقي الاسانسير مش شغال بينزل على رجليه. احنا اللي الناس بيشيلونا. انما احنا لو عايشين في بلد بتعترف ان دول من حقهم يعيشوا زيهم زي اي حد، لينا حقوق، احنا مش طالبين حاجه من حد. يعني مثلا بالنسبه للمواصلات، الكرسي المتحرك يطلع الاتوبيس ازاي؟ احنا يعني اتوبيساتنا مش مجهزه. احنا طالبنا ان يكون لينا اتوبيسين في كل خط يكون برمب ينزل زي بره. ينزل ياخد الكرسي ويطلع. دي ما فيهاش مشكله. ردوا علينا بعد 5 شهور هيئه النقل العام قالت الميزانيه لا تسمح. طب يعني الميزانيه لا تسمح عشان يعني تعملوا حاجه يستفيد بيها ملايين. ده حاجه لكن تسمح باقامه الاحتفاليات ولعبة الكوره ويعني في حاجه تاني بالنسبه للاعانات او المعاش الشهري. احنا برضو من ضمن بند العمل ان يبقى الناس ان هم ما بيقدروش يروحوا الشغل زي الاعاقات الشلل الرباعي او كده يبقى ليهم معاش شهري زي يعني يبقى بمعدل الحد الادنى للاجور. احنا مش طالبين برضو يكون في تمييز، يعني احنا ضد التمييز بين ذوي الاعاقه وغيره. في كمان طيب يعني انا عايز اقول لحضرتك استاذه ريهام، يعني يبدو طبعا انا بسمع حضرتك الارقام الشهريه اللي بيتقاضاها يعني ذوي الاعاقه، يعني ارقام الحقيقه ارقام مخزيه، ويعني انا بضم صوتي لصوت حضرتك انه الموضوع يعني اذا كنا يعني نرجو ان يشعر هذا المواطن بانه مواطن مصري يعيش على ارض هذا الوطن، فلازم يعني الراتب الشهري الذي يتقاضاه او الاعانه خلينا نسميها يعني اذا جاز التعبير لازم تكون ادميه هي كمان. معايا حضرتك في ده؟ اكيد طبعا اكيد، لان يعني هو احنا بنعيش حياتنا صعبه جدا. يعني خلينا نرجع تاني يا استاذه ريهام للاعتصام اللي انتوا فيه. احنا معانا تقرير حوالين الاعتصام، يعني كاميراتنا راحت صورت امام قصر الاتحاديه، يعني لو الكنترول بعد اذنكم يعرض لنا جزء من التقرير اللي فيه الساده ذوي الاحتياجات الخاصه موجودين قدام قصر الاتحاديه وازاي يعني متواجدين في هذه الشمس الحارقه. هنشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم. من خلال تواجدنا في مكان اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة أمام قصر الاتحادية، معانا أحد المعتصمين وحابين نسأله الوقفة هدفها إيه وأنتوا عايزين توصلوا إيه النهاردة؟ إحنا عايزين نوصل ل5 حاجات. أول حاجة تثبيت جميع المعاقين على مستوى الجمهورية اللي على رأس العمل. ماشي، ده أول مطلب. تاني حاجة التأمين الصحي للمعاق. تالت حاجة عايزين يعملوا حاجة للمعاق يركب المواصلات ببلاش، مش ده أقل حق للمعاق على الدولة. ماشي. وثالث حاجة الناس المعاقين اللي سنهم كبير وما ينفعش يتوظفوا يتعمل لهم معاشات كويسة يعرفوا يصرفوا على بيوتهم وعلى أهاليهم. ماشي. ومن هنا أنا بأعلن فساد في محافظة الشرقية، في قلب المحافظة، تعيين ناس معاقين من المحافظ نفسه، تعيين 5 6 من المعاقين كانوا مسؤولين عن المعاقين بتوع الشرقية. ماشي. عينهم وثبتهم هم واهاليهم ونسوانهم واولادهم، وساب المعاقين كلهم يشتغلوا بعقود. ماشي. ورحنا نطلب بحقوقنا، قالوا روحوا للدكتور محمد مرسي ينفذ لكم حقوقكم.
استاذ احمد، حضرتك قلت لنا ان حضرتك دخلت الدكتور صفوت النحاس وكان في بينك وبينه لقاء، ممكن حضرتك تقول لنا ايه اللي تم فيه؟ اول ما دخلنا له حضرتك اتكلمنا مع حضرتك على الموضوع بتاعنا، قال لنا انتوا اصلا تعيينكم غلط. ماشي، كان هو اصلا حضرتك احنا 4421 معاق على مستوى الشرقيه. ماشي، اتكلمنا مع حضرتك وكده، واحنا بنتكلم معاه بكل ادب وكل ذوق، ومع الباشا مع الباشا مره واحده قال انت ما تتكلمش معايا ابو شيرت لاكوست، انت ما تحاورش عليا، انت ده انا طلعت السلم درجه، وفضل يتكلم معانا، وفي الاخر خالص طردنا من المكتب. ماشي، قال لو انا عايز افصلكم من الصبح هفصلكم، روحوا ارفعوا قضيه على علي عزازي محافظ الشرقيه سابقا. عزازي عمل اللي عليه ويشكر. طردنا. من ضمن مشاكلنا احنا كمعاقين هي مشاكل المكفوفين اللي ما حدش اصلا بيفكر فيها، مشكله التعليم. احنا بنتعلم في الجامعات، بيجيبوا لنا كتب بتاعه مبصرين، وانا شخصيا وكل المكفوفين زيي بيدوروا على حد يذاكر لهم، ومفيش اي حد خالص بيتعاون معانا اطلاقا. حتى لما بنروح نمتحن مفيش حد بيجي لنا الا مبصر برضك، وبنمليه، واحيانا بيكون ما بيعرفش يكتب. والمشكله الثانيه هي مشكله السكن بالنسبه لنا كمكفوفين، ومفيش اي حد بيسال فينا خالص في المساله دي. والمساله الثالثه اللي احنا محتاجين عربيات بس تقودنا، لان احنا ما لناش حد بيمشينا خالص. يكون في عربيه مجهزه للكفيف تمشيه في اي مكان هو يحتاجه. وانا متشكر جدا لاتاحتك ليا الوقت دوت. معانا استاذه سماح محمد عطيه من اداره الاعتصام، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه سماح، احنا كنا عايزين نعرف النهارده الوقفه دي ازاي تم الترتيب ليها، وايه اللي دعاكم في الفتره دي تحديدا او في الوقت ده تحديدا ان انتوا تعملوا وقفه، وايه اهم المطالب بتاعتكم؟ والله الوقفه احنا بنرتب لها بقالنا دلوقتي شهرين، تمام. ايه اللي دعانا للوقفه؟ ان احنا اساسا ما حدش من المسؤولين افتكر الناس دي بقالها كتير بتطالب بحقها، فاحنا قلنا نصبر على مصر امنا اللي بنحبها، ما نقطعش في جلابتها زي ما كل الدنيا بتقطع فيها. احنا قلنا نصبر. طب احنا اخر صبرنا ايه؟ مفيش حد بيتكلم باسمنا، لازم احنا اللي ننزل النهارده، ومش هنمشي الا لما المطالب دي تتحقق. واهمها ان ال 5% قرارات على الورق، مفيش اي حاجه اتنفذت. الناس دي عايزه تعيش عيشه كريمه، عايزه تشتغل وتنتج وتصرف على نفسها. نسبه ال 5% دي يا استاذه سماح دي مفعله تقريبا، المفروض ان هي في السكن، والمفروض ان هي في المواصلات، والمفروض لا ده كلام بس، كلام. لا انا بسال على القانون، المفروض ان هي القانون موجود واتقفل من حوالي 20 سنه، والنهارده الرئيس فرحنا امبارح بقرار، لسه طبعا كلام على ورق. احنا عايزين ناخد قرارات مكتوبه محسومه بايدينا احنا وقدامنا احنا. خلاص ما عادش عندنا ثقه في اي مسؤول، في اي حد يقول لنا كلام، لان خلاص احنا بقالنا كام شهر، 7 شهور او 8 شهور كل يوم في الشارع في المحافظه متبهدلين، وفي النهايه يتجنوا على الناس. في النهايه يتجنوا على الناس دي مش جايه تشحت، الناس دي جايه تقول ايه؟ حق. مشاهدينا اهلا بكم مرة اخرى من يوم الاربعاء 10/10، والسادة ذوي الاعاقة معتصمون امام قصر الاتحادية، جايين من كل المحافظات الحقيقة، من الشرقية ومن البحيرة ومن الغربية ومن الاسكندرية ومن الصعيد، باعاقاتهم قاعدين في الشمس بيناموا ليل ونهار قدام قصر الاتحادية. ده ما يرضيش حد، عشان كل ده عندهم ميعاد بكره ان شاء الله عشان ياخدوا ميعاد يقابلوا السيد رئيس الجمهوريه. يعني كنا بنشوف يعني رئاسه الجمهوريه قابلت الفنانين على وجه السرعه، انما عشان تقابل متحدي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه فلازم يعني يتلطعوا في الشمس 2-3 عشان بس ياخدوا ميعاد يقابلوا السيد رئيس الجمهوريه. ولا كاننا في دوله الواك. استاذه ريهام، الكود الهندسي لذوي الإعاقة، إيه هو الكود الهندسي؟ الكود الهندسي ده المفروض يعني إن هو منصوص في الاتفاقية الدولية إن يبقى على كل مؤسسة أو كل مبنى في الدولة ما ياخدش التصريح بتاعه إلا ما يكون فيه الكود الهندسي ده. سواء قطاع عام أو خاص أو أيا كان المبنى يعني. ده أي مؤسسة ما تاخدش الترخيص بتاعها أو يعترف بيها إلا ما يكون فيها الكود الهندسي لذوي الإعاقة
اللي هو الرمل للكراسي. نعم. الاشارات البارزه عشان ذوي الاعاقه البصريه. نعم. الاشارات الضوئيه لذوي الاعاقه السمعيه. نعم. ده المفروض، بس ده ما بيطبق. طب ده موجود في مصر يا فندم؟ هو موجود بس بنسب بسيطه جدا في المؤسسات الفايف ستارز اللي بتستقبل اجانب اصلا ذوي هو فايف ستارز، وانتم مش لازم تزوروا الفايف ستارز، ما انتم بتزوروا برضو مجمع التحرير مثلا يعني. لا يعني مجمع التحرير مش مؤهل لذوي الاعاقه. يعني هو ده الكود ده طب جديد يعني عشان بس نبقى عارفين انا والساده المشاهدين يعني. منصوص عليه في الاتفاقيه الدوليه اللي احنا وقعنا عليها 2008 وقعنا احنا عليها يعني، ومصر لحد الان لم تفعل ولم تصدق على البروتوكول. يعني امال يعني حد بس يفهمني. 2008 كان في العصر القديم ما اختلفناش، لكن يعني دلوقتي احنا في ظل رئاسه جديده، دوله جديده، يعني كيان جديد. لما لا تفعل ده؟ طلبات الناس يا جماعه مش طالبين مليارات، ده احنا بس بنفعل الكود الهندسي اللي بيتيح لكل ذوي الاعاقه ان هم يعرفوا يتعاملوا حتى مع مجمع التحرير. اذا حبوا يروحوا مجمع التحرير يقضوا مصلحه ليهم، يبقى الكفيف شايف والابكم شايف والاصم شايف وذوي الاحتياجات الخاصه بكل انواعهم عارفين يتعاملوا مع الجمهور. اظن القصه مش صعبه. استاذه ريهام المصري، قلتي لي ان في مشكله في محافظه الشرقيه، ايه هي؟ في مشكله كبيره بيعانوا منها ابناء محافظه الشرقيه من ذوي الاعاقه، ان هم المحافظ السابق مضى لهم بالموافقه على التعيين بالعقود. نعم. وليس التثبيت. العقود ب 82 جنيه في الشهر. هم بياخدوا 82 جنيه في الشهر. واصلا الكارثه ان هم اتضح ان هم المفروض يقبضوا، او مكتوب في العقود بتاعتهم ان هم بيقبضوا 600 جنيه. ده تزوير في اوراق رسميه. ده قصه فساد كبيره في المحافظه. نعم. جم قبله دكتور صفوت النحاس قبل ما يقال، وانا عايزه انبه ان معاقين الشرقيه هم السبب في اقاله الدكتور صفوت النحاس. نعم. قابلهم بطريقه استعلاء. وواحد فيهم لابس تيشيرت، فبيقول له ما انت لابس نضيف اهو، امال جاي ليه؟ المفروض ان احنا نلبس ايه يعني؟ المعاقين يلبسوا المفروض نلبس هلاهيل عشان يعطفوا علينا. هو 82 دي مشاهدينا حضراتكم عارفين طبعا ان هي يعني 8 كيلو لحمه او كيلو ونص، يعني خليني معلش ابقى 2 كيلو لحمه. يعني باي حال من الاحوال ايها الساده المسؤولين عن ضمير هذا الوطن، باي حال من الاحوال يعني تدوا لواحد عشان يعيش شهر بحاله 30 يوم تديله 82 جنيه. لا، والاغرب في الموضوع انه اصلا مكتوب له على الورق 600 جنيه. احنا مش بنطالب بحاجه، احنا بنطالب بس ان هو يكون بالتثبيت، يكون مثبت، هيحس بالامان وبالكرامه وبالعداله. احنا لحد الان بنعاني من التهميش، بنعاني من ضياع الحقوق، بنعاني ان اصلا المسؤولين مش حاسين بينا. رئيس الجمهوريه في برنامجه الانتخابي لما اتكلم عن ذوي الاعاقه اتكلم عليه من نظره عاطفيه وليست من نظره حقوقيه. طيب يعني نشوف استاذه ريهام، نشوف يعني الشباب المتواجد قدام قصر الاتحاديه الان. معنا الاستاذه فاطمه سيف. استاذه فاطمه، مساء الخير. ايوه مع حضرتك. ايوه يا فندم، قولي لي حضرتك قاعدين بتعملوا ايه هناك دلوقتي؟ احنا قاعدين مفيش اي حاجه من الحقوق، احنا ما بنقولش عليها مطالب، احنا من الحقوق اللي احنا تقدمنا بيها مفيش اي حاجه منها اتحققت. وحتى الان حتى المطلب الوحيد اللي قلنا ان هو اعاده تشكيل المجلس بقدره قادر الطلب اتقلب من اعاده تشكيل المجلس لدعم المجلس. احنا اساسا مش موافقين على المجلس ولا اعضائه ولا الامين العام. نعم. طيب يعني اسمحي لي استاذه فاطمه، يعني الخطوه التاليه للتصعيد ناويين تعملوا ايه؟ انا حضرتك كويس. اسمحي لي، الخطوه التاليه للتصعيد لو لم تستجب الرئاسه لطلباتكم، ايه الخطوه الجايه؟ انا مش سامع حضرتك كويس. يبدو ان في مشكله في الاتصال. شكرا استاذه فاطمه. يعني دعوني مشاهدينا اطرح هذا السؤال بعينه على الاستاذه ريهام المصري الناشطه الحقوقيه في مجال ذوي الاعاقه. استاذه ريهام، يعني ما الخطوه التاليه في التصعيد؟ يعني قصر الاتحاديه احنا قاعدين من يوم الاربعاء لحد النهارده 13، بقى لنا 3 ايام 4 ايام وبكره 5 ايام. يعني الخطوه الجايه لو لم تستجب مؤسسه الرئاسه ناويين تعملوا ايه؟ هو اكيد هيكون في تصعيد، بس ايه نوع التصعيد احنا لسه ما اتفقناش على التصعيد بقى هيكون ايه بالظبط، بس احنا ناويين على تصعيد اكبر. احنا لا نتمنى ان يكون في تصعيد، نتمنى ان تستجيب مؤسسه الرئاسه. هو انا عايز اقول لحضرتك المستشار محمد فؤاد يعني تفضل شاكرا ان هو اول يوم خد مننا مجموعه وقعد اتكلم معاهم وخد الورقه وقراها، وبعدين طلع لنا ورقه ثانيه بخط ايده وافق لنا على كل حاجه، بس في اخر كل كلمه على حسب الامكانيات المتاحه، على حسب الامكانيات المتاحه. كلام الفضفاض الواسع. وان احنا هنرد عليكم في الحقوق دي كلها على اول شهر 10.
انا عايزه اقول له حاجه يا سياده المستشار، هو القرار الجمهوري لما الدكتور مرسي بيعوز يطلع قرار بيستنى عليه شهر او يسيب الناس في الشارع شهرين نايمين في الشارع او اي وقت؟ ده قرار جمهوري، المفروض ان احنا مش بنطالب بحاجه، احنا ما حدش، ده حقنا. نعم، احنا عايزين حقنا. يعني اتحف ما في الموضوع، اسمحي لي اقول لحضرتك، يعني اذا كانت هذه الاتفاقيه الدوليه لذوي الاعاقه وقعت عليها جمهوريه مصر العربيه في 2008، فمن باب اولى تفعيل هذه الاتفاقيه. يعني الناس ما بتطلبش يعني انشاء اتفاقيه جديده وضمنا مع العالم هم بالفعل مضوا عليها، احنا بنطالبهم بالتفعيل. يعني بالنسبه ما ابسطها من طلبات الحقيقه اكيد. وبالنسبه للمجلس القومي، المجلس القومي هو بند من ضمن بنود الاتفاقيه الدوليه وبند من ضمن بنود المقترح للقانون الجديد. طب اعتراضكم على ايه في المجلس القومي لذوي الاعاقه؟ احنا اولا الكيان ده المفروض ان هو بيعبر عن الاشخاص ذوي الاعاقه اصحاب القضيه. تمام. احنا دلوقتي تشكيل المجلس القومي اصلا احنا معظمنا معترض عليه. هل لا يمثلكم؟ ما بيمثلكمش؟ لا، هو ما يمثلناش لان هو جه بطريقه غير شرعيه، مفتقد للشفافيه والنزاهه. نعم. هو كله جه عن طريق المصلحه، عن طريق المجاملات، مش بطريقه شرعيه. امتى تم تشكيله يا استاذه ريهام؟ قرار الدكتور الجنزوري كان قبل ما يسيب الوزاره باسبوعين. تمام. وتم تعيين الامين العام، وبعد كده الامين العام شكل باعضاء المجلس. طيب انتم معترضين على يعني الذين يحكمون الامر الان؟ احنا معترضين على الاعضاء اللي في المجلس. انتوا كم واحد؟ يعني لو حبينا نقول يعني ذوي الاعاقه في جمهوريه مصر العربيه بصفاتكم بتتعاونوا على الفيسبوك وبتتكلموا؟ لا، هو ما فيش عدد محدد، بس احنا معظم اصحاب القضيه الشرفاء معترضون على تشكيل المجلس القومي. احنا مش ضد. طب ازاي انتم معترضين على تشكيله وجاله دعم من الحكومه؟ ما ده دليل على الفساد. نعم. ده دليل ان في فساد، ودليل ان في علاقات في عصر الدكتور مرسي. في فساد. ليه؟ يعني يحكموا المصالح. حضرتك ما تعرفش العلاقات الداخليه بين اصحاب الاعمال ايه. تمام. وما علاقه اصحاب الاعمال بحضراتكم ذوي احتياجات خاصه وذوي عشان المسؤولين عننا ككيان هم من اصحاب الاعمال. يعني هم ذوي احتياجات خاصه المسؤولين عنكم ولا هم؟ لا، الامين العام ليس من ذوي الاعاقه. هو وليه جايبينه؟ طيب هي ذوي اعاقه. احنا مش معترضين على اشخاص بعينهم. ولما لا يمثلكم شكلا ومضمونا؟ احنا بقول لحضرتك احنا معترضين على الطريقه اللي تشكل بيها الاعضاء. لان الطريقه ما جاتش بطريقه شفافيه وفيها نزاهه ابدا. احنا بنطالب ان يكون في ترشيحات، يتفتح باب للانتخابات، كل اللي شايف نفسه يقدر على المكان ده ويجيب تأييد من ذوي الإعاقة. طب اسمحي لي استاذه ريهام، مش ده موضوع سابق لأوانه؟ يعني خلينا نتكلم النهارده. مش سابق لأوانه. عفوا، ما اقصدش، يعني اقصد ان مسألة تشكيل المجلس وان احنا نعمل انتخابات، طب مش الأول تاخدوا حقوقكم اللي انتم بتطالبوا بيها؟ مسألة 5%، مسألة تفعيل الكود الهندسي. انا عايزه اقول لحضرتك، طب قبل ده كله مش تقابلوا السيد الرئيس ولا انت مش معايا؟ احنا طبعا ما احنا مطالبين ان احنا نقابل السيد الرئيس عشان يدينا قرارات جمهوريه. ماذا حضرتك تحديدا اذا قدر لك ان يعني تحظي بمقابله السيد رئيس الجمهوريه، ماذا تقولين في عجاله لدينا دقيقه؟ عايزه اقول له ان احنا ده حقنا، وحضرتك واجب عليك ان انت تستجيب لحقنا، ولازم تعطينا حقنا، لان احنا مش فئه قليله، احنا 12 مليون واسرهم. يعني احنا لوحدنا دوله، احنا بس استطعنا نجيب رئيس جديد. نعم. لو حضرتك ما استجبتش لمطالبنا احنا ما استطعنا نجيب رئيس جديد. هذا تهديد رقيق. مش رقيق، بس هو يعني انا نفسي الناس بس ليه ضوافر يعني. تجرب تقعد في الشارع بدل اليوم 5 ايام. اكيد طبعا اكيد. هيقولوا اكتر من كده يعني بكتير. استاذه ريهام المصري الناشطه الحقوقيه في مجال ذوي الاعاقه، بشكر يعني مجيء حضرتك وتشريفك لنا في الاستوديو. يعني صوتنا جميعا معكم، ودي مطالب زي ما قلنا، ما هياش دي حقوق وليست مطالب. حقوق بس تفعيل اتفاقية مصر بالفعل وقعت عليها ولن تكلف الدولة شيئا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. نلتقي بكم غدا، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للمشاركة في برامجنا على قناة الصحة والجمال اتصل على برنامج يجيب عن كل الأسئلة اللي مش لاقي لها إجابة. نبحث عن كل ما هو جديد في جراحات أورام المخ والحبل الشوكي، جراحات العمود الفقري المتقدمة، وجراحة الانزلاق الغضروفي بالميكروسكوب، وكل ما هو جديد